أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي. وأنا أسماء. بما أننا في الصيف هنعمل معاكم عصير بمكونات مفيدة قوي لأولادنا وبمنكهات وفواكه كلنا بنحبها وملطف قوي لحرارة الصيف. أول حاجة هنخلط كل المكونات الأساسية مع بعض. كوب من الزبادي، هنستخدم أي كوباية عندنا نعاير بيها كل المكونات. نص كوب من اللبن، نص كوب من الماء المثلج مع مكعبات التلج، ونخفقهم كويس لمدة دقيقتين علشان يدينا رغوة. واللبن هنا بيساعد ان قوام العصير يبقى كريمي. ده القوام الكريمي والرغوة اللي احنا عايزينها. مقدار الخليط هنا حوالي 800 ملي، وبالرغوة نقول 900 ملي لان استخدمت كوباية السعة بتاعتها كبيرة شوية، 370 ملي. اول نكهة هنبتدي بيها هي النعناع مع الليمون. هنستخدم ورق النعناع بس بدون العصب، وهنضيف عليه بشر ليمونة واحدة بس ومعلقة كبيرة من السكر. نفركهم بصوابعنا بقوة، ده بيعزز نكهة النعناع والليمون أكتر. ده شكلهم بعد ما فركناهم. نضيف في الخلاط معلقة صغيرة من السكر، ودي اختياري. نراعي ان احنا حاطين سكر مع النعناع، فممكن ما نضيفش سكر خالص حسب الرغبة. ربع كوب من التلج، يعني مكعبين تلج ومعلقة كبيرة من المية. نص كوب من المياه الغازية بتدينا سنة ملوحة ورغوة. ونضيف 200 ملي من الخليط الأساسي، خليط اللبن والزبادي. نضيف النعناع والليمون ونخفق كويس لمدة دقيقة. نصفي العصير، نضيف التلج في كوب التقديم، ونصب أول عصير معانا بنكهة النعناع والليمون. لو جربتوه بجد حاجة جامدة كده ومنعشة وطعمه جامد جدا. هنعمل معاكم زبادو سادة بنكهة الزبادي بس. هنضيف السكر وعليه التلج. انا بكسر مكعبات التلج لحجم اصغر علشان ما يبوظش الخلاط معانا، فده افضل. نص كوب من المياه الغازية، 200 ملي من الخليط اللبن والزبادي، ونخفق من دقيقة لدقيقتين. الخفق الكتير بيدينا نتيجة افضل. ده عصير الزبادو سادة من غير اي منكهات. هننكه العصير بقى بالفواكه الطبيعية. معانا نص كوب من الفراولة المثلجة، وعليها 200 ملي من خليط اللبن والزبادي. والفراولة المثلجة عبارة عن فراولة بنقطعها ونضيف عليها السكر حسب الرغبة، ونجمدها وبعدين نستخدمها في العصير. وده بنعمله مع أي فاكهة عايزين نعملها عصير. هنصب العصير في كوب التقديم. آخر عصير معانا بنكهة المانجا. نضيف السكر زي ما قلنا حسب الرغبة، وعليه نص كوب من المانجا. المانجا هنا غير مثلجة علشان كده ضفنا معاها سكر، وعليها 200 ملي من خليط اللبن والزبادي. الأحسن في الفواكه لو هنعملها عصير تبقى مثلجة، مش بتاخد معانا تلج كتير، والعصير بيبقى ساقع أكتر وقوامه بيبقى كريمي أكتر. نصب عصير المانجا، ده شكل العصير في النهاية بمركبات طبيعية ومكونات مغذية، زبادي ولبن وفواكه. بتمنى تجربوه وتقولوا لنا رأيكم.